الدورة تدخل في إطار تصفيات الولائية المؤهلة إلى الدور ما بين الرابطات الذي سوف يحدد من طرف الاتحادية الجزائرية للملاكمة. الدورة عرفت مشاركة 5 أندية رياضية تمثل مختلف الأندية المنخرطة لدى الرابطة الولائية لملاكمة ولاية تشلف. الأصناف التي اختيرت اليوم هي صف الأشبال، صف الأواسط، وصف الأكابر. هنالك ملاكمين يعني شاركوا ذو مستوى عالي. الملاكم سمام من الاتحاد الرياضي بلدية تشلف نائب بطل الجزائر، الملاكم عمرون. تهدف هذه الدورة إلى النهوض وتطوير رياضة الملاكمة عبر ولاية تشلف، لأن الملاكمة في ولاية تشلف عندها تاريخ يعني معروف، عندها ملاكمين مشهورين يعني، ونحن نعمل من أجل تحسين المستوى ورفع التحديات من أجل بلوغ الأهداف المتمثلة في تكوين وتحضير منتخب ولائي بإمكانه تشريف الولاية في المحافل الوطنية والدولية. نشكر السلطات اللي راهي هنايا لا عندنا وراهي مساندتنا هنايا لا، ونشكرهم بالياسر بزاف. وهنايا رانا نديروا في البطوله الولائيه، وان شاء الله راني متمني رايح نجيب شامبيون دالجيري ان شاء الله، كيما جبت لا كوب دالجيري ان شاء الله، كاس الجمهوريه ان شاء الله حنجيب شامبيون دالجيري ان شاء الله بربي. اليوم رانا في الملاكمه في بلديه البوقادير الولائيه، والحمد لله نشكر. هذه اول مره اللي رانا نشوفوا الضوء الحمد لله في الملاكمه اللي اصبحت بروغريسي. هذه الملاكمه رانا ونشكر بلديه ودائره اللي قاموا بهذا الدور، وعندنا ملاكمين اللي في المستوى وما هوش باينين على مستوى الجزائر، باينين على مستوى البلديات، وهذه البلديات غامضه على الملاكمه. علينا نطلبوا من المسؤولين حنايا اللي راعوا بهذه الملاكمه. شكركم على التغطيه لهذه البطوله الولائيه التي ارتأت بلديه بوقادير ان تنظمها على مستوى قاعه الشهيد الحبيب جحافي. هذه البطوله على كل حال بطوله مؤهله لبطوله ما بين المناطق، اللي من بعدها تكون مؤهله كذلك للجهوي. وإحنا الحمد لله راه عندنا رياضيين على مستوى بلدية بوقادير أكفاء. اتصلوا بنا على كل حال مسؤولي الجمعيات، عندنا جمعيتين 2 متكلفين بالملاكمة، ووفرنا لهم كل الشروط والإمكانيات اللي تساعد على إنجاح هذه البطولة. وكذلك ارتأى السيد رئيس الدائرة باش يكون حاضر شخصيا باش يشوف البطولة هذه، وهو راه يمد الدعم ويزيد يوصي ويعطي توصيات. حتى كما سبق وذكرت في مناسبة من قبل باللي ما غاديش نحصروا الرياضة في كرة القدم فقط، ارتأينا أن تكون الأنشطة عامة على مستوى جميع الرياضات سواء فردية أو جماعية. ودائما رانا نزيدوا نوصوا للمسؤولين على هذه الجمعيات باش نكونوا في اتصال دائم ونديروا المجهود تاعنا باش نوفروا لهم كل شيء من اجل الذهاب بعيدا ان شاء الله. نشكروا المنظمين تاع هذه الدوره، وان شاء الله لازم ان شاء الله يكون تجنيد باش ندعموا كل النشاطات تاع الشبان. بلد بوقادير يعني عندها تاريخ التعاون التنظيم، عندها يعني عندها ريبيتي في الدومين تاع الاورغانيزاسيون. وحنا دائما نختاروا يعني بلديه بوقادير لانه دائما نصيب يعني كل الظروف المواتيه من اجل يعني تنظيم الدور في احسن الظروف، وهذا بشهاده مختلف الانديه المشاركه التي تطلب دائما يعني من بلديه بوقادير ومن قاعه بوقادير ومن النادي الرياضي شباب بوقادير ان يكون هو المنظم.